السلام عليكم، ازيكم حلوياتي؟ عاملين ايه؟ صباح المربى على عيونكم. النهارده انا في السوق كنت بشتري حاجات وعديت برضو لقيت السفندي كده حلو، 3 كيلو ب10. زي ما انتم شايفين طالما لقيتي فيه الورق الاخضر بتاعه ده كتير يبقى السفندي ده لسه طازه مش دبلان. حلو، ورقه اخضر كده وصابح، تحسي ان هو ايه طازه مش دبلان. وانا واقفه بنقي بقول اذكار علشان برضو ببقى واقفه وقت طويل. عودي نفسك وانتي في السوق بتنقي الحاجه قولي اذكار كده طول ما انتي واقفه بتنقي، هيسهل عليكي الموضوع وبرده ربنا هيبارك لك في الحاجه اللي انتي بتجيبيها. نقيت السفندي يكون طري شويه وفي نفس الوقت مش طري قوي بايظ، اللي هو طري ايه يبقى فيه ميه كده، يبقى فيه ايه يطلع لي عصير. غسلته بقى كويس قوي وقسمته نصين كده. واسرع واسهل طريقه هتعصري بيها السفندي هي العصاره اليدويه. عايزه اقولك ان انا عندي العصاره الكهرباء، بس انا شايفه ان العصاره اليدويه طلعت كميه عصير اكتر ما انا كنت بعصرها في العصاره اللي هي الكهرباء. بصي وسهل خالص وما بياخدش وقت ولا مجهود، يعني 3 كيلو اللي انا اشتريتهم ما خدوش معايا والله 7 دقايق 10 دقايق بكتير قوي وكانوا خالصين. بصي الموضوع سهل خالص وبطلع كميه عصير كبيره، يعني سفنديه اهي نصين زي ما انت شايفه طلعت لي كميه العصير دي، كميه مش وحشه. هكمل بعصير ال3 كيلو اللي انا اشتريتهم وهوريكم في الاخر العصير طلع معايا قد ايه. تقدري بقى تعصري استفندي رخيص دلوقتي، جهزي بقى عصاير لرمضان، خلاص هي كلها شهر. واعتقد يعني بلاش تخزني، هو كده كده ممكن السفندي يكون موجود معانا في رمضان، فعلى ايه التخزين. بس لو انتي بتشتغلي وما عندكيش وقت انك تجهزي الحاجة دي يوميا، ممكن تجهزيها قبل رمضان وتشيليها في الفريزر. بس انا بقولك برضو ان هو موجود طول يعني طول رمضان هيبقى معانا ان شاء الله السفندي. وهو طبعا رخيص، الصغير ده بتاع العصير، ما تجيبيش بقى الكبير اللي هو ايه ب10 وب15 وب12، لا هاتي الصغير اللي انا جبته ده. والكمية دي خدت معايا تقريبا 5 معالق من السكر. وبرضو السكر حسب حلاوة السفندي، يعني مثلا لو السفندي بتاعك حادق شوية هيحتاج سكر اكتر، لو السفندي بتاعك معسل مش هيحتاج سكر كتير، يا دوبك معلقة 2-3 على حسب ما تظبطي سكره. بص انا دقته لقيته محتاج كام معلقه سكر كمان هزود له. بس انا بحبه مزز شويه، يعني مش بحبه مسكر قوي، يعني العصاير ما بحبهاش مسكره، بحبها ايه تكون سكرها قليل شويه. بتدوبي بقى السكر كويس. انا عموما مش بصفيه، انا بحب اسيبه بالالياف بتاعته اللي هي الالياف بتاعه السفندي اللي من جواه دي، بس بيبقى معاها بذر رفنع صغنن، ده مش هيعمل اي حاجه ما تخافيش متقلقيش منه. انا بقى حطيتهم في ازايز. ال3 كيلو سفندي زي ما انتم شايفين كده ب10 جنيه، عملوا لي ازازه لتر وازازه تانية 600 مللي، يعني نقول مثلا لتر ونص. يعني ال10 جنيه طلعت لي لتر ونص عصير طبيعي فريش، عاملينه في البيت بايدينا ونضيف وجميل. طبعا احنا هنبعد عن المياه الغازية والمشروبات دي كلها في رمضان، وهنشرب ان شاء الله عصاير طبيعية زي ما احنا عاملينها كده. بصوا البذر الرفيع بقى عايم على الوش، ملناش دعوه بيه ولا كأننا شايفينه. عصيرنا النهارده رخيص وموفر وطبيعي وجميل وكل حاجه حلوه فيه ب10 جنيه، لتر ونص ب10 جنيه يا بلاش. والله انا بفكر اعمل المشروع ده بس للاسف ما عنديش مكان اوزع فيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لايك وشير للفيديو، اشوفكم على خير والسلام عليكم.